السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هنفرز مع بعض التوم بطريقه سهله وبسيطه، ودي افضل طريقه لتفريز التوم، بيقعد عندي سنه كامله ما بيجرالوش اي حاجه. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. هنسمي الله وهبدا اقطع العرق الاخضر. العروق الخضراء دي يا جماعه لو حابين تستفادوا منها ممكن تاخدوها تغسلوها كويس جدا وتقطعوها وتفرموها مع فلفل اخضر، وتضيفوا عليها خل وليمون وكزبره ناشفه وكمون وملح، وتضيفوا عليها كمان معلقه توم اللي هنفرمه دلوقتي، وتشيلوها في الفريزر تعملوا منها تتبيله الباذنجان المخلل او تتبيله السمك. انا هنا ما بقشرش التوم، انا بشيل بس الجزء الناشف اللي فوق، وبشيل طبقه القشر الخارجيه وطبقه القشر اللي بين الفصوص. كده كده التوم لسه اخضر فمش محتاج ان انا اقشره. انا بفرز التوم في برطمانات ازاز وبدخله الفريزر، متقلقوش البرطمانات مش هتفرقع، بس اهم حاجه لازم نكون غاسلين البرطمانات كويس جدا ومنشفينها ومعقمينها. علشان نعقم البرطمانات بنسخن الفرن كويس جدا ونطفيه وندخل البرطمانات على الشبكه من غير الغطيان، وبكده تبقى جاهزه معانا وزي الفل. انا زي ما قلت لكم انا ما بقشرش التوم، انا بشيل الجزء الناشف اللي فوق وبشيل طبقه القشر اللي بين الفصوص، وبعد كده هغسله كويس جدا من اي اتربه وهصفيه في مصفى كبير. انا خلاص غسلته بميه عاديه خالص وصفيته، ودي الكميه يا جماعه اللي انا هفرزها. دول 7 كيلو، طبعا كل واحده بتفرز حسب احتياجها للثوم، ممكن تفرزي 3 كيلو، ممكن 2، ممكن كيلو. اهم حاجه لازم الكبه تكون مغسوله كويس جدا ومنشفينها، والثوم طبعا مغسول ومتصفي. زي ما قلت لكم في اول الفيديو يا جماعه ان دي افضل طريقه لتفريز الثوم، افضل بكتير من الثوم اللي بنعلقه حزمه في البلكونه او في المطبخ، ما بيقعدش معانا طول السنه وبفرغ. لكن الثوم المفروم ده يا جماعه بيقعد معانا طول السنه في الفريزر، محتفظ بريحته وبطعمه وبلونه. جربي تفرزي كيلو او نص كيلو في برطمان صغير، ان شاء الله مش هتندمي وهيعجبك جدا، وهيوفر معاكي في الوقت وفي المجهود، وهيكون جاهز معاكي طول الوقت في الفريزر. طبعا مفيش غنى عن الثوم. انا هنا يا جماعه هبدا اضيف الملح، هضيف حوالي 3 معالق ملح كبار على الكميه دي. وفايده الملح هنا يا جماعه ان هو بيحافظ على لون الثوم ابيض طول الوقت. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدخلوا تشوفوا الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده، ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتستفادوا منها، وان شاء الله وباذن الله القناه تكبر بيكم. انا هنا هبدا الم اللي في الجوانب، وهضيف نص كوبايه زيت على الكميه دي. وفايده الزيت هنا يا جماعه ان هو بيخلي لي الثوم طري جدا، حتى بعد الثوم ما بيتفرز بيبقى طري بالشكل ده زي ما انتم شايفين. شايفين لون الثوم ابيض جدا وطري، ده بسبب الملح والزيت اللي انا ضفته عليه. اهم حاجه يا جماعه لما نطلع برطمان الثوم من الفريزر ناخد منه معلقه نظيفه وناشفه وندخله الفريزر تاني في وقتها، ما ينفعش نسيبه ولا دقيقه واحده بره الفريزر علشان لونه ما يغيرش. انا هنا هضيف معلقه زيت على الوش. ومهم جدا يا جماعه برطمانات محكمه الغلق علشان يحتفظ بريحته. ودي كل الكميه اللي انا فرستها. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتدخلوا تشوفوا الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده، ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتستفادوا منها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.